اللاعب اللي قدامك ده هو افضل مهاجم محترف في الدوري المصري الموسم الحالي. مهاجم كان ناقص من 6 سنين بالظبط، كان بيلعب في اكبر مستويات العالم وقدر يسجل في دوري ابطال اوروبا ضد يوفنتوس، رونالدو، ديبالا والناس التقيله دي. وكلام هنا عن المهاجم الايفواري فرانك بولي، مهاجم دجله اللي عنده 32 سنه في الوقت الحالي. بولي لعب في اكتر من دوري في اوروبا، لعب في النرويج والمجر والصين وامريكا، واخرهم كان موجود مع نادي سان لويس المكسيكي. محطات كتير جدا تخليك قلقان قبل التعاقد معاه، والاهم انه لاعب تخطى ال 30، يعني ممكن يكون شبع خلاص مش هيقدر يقدم لك اضافه. بس في المقابل ده لاعب لعب في دوري ابطال اوروبا، لعب في الدوري الاوروبي، وكان هداف الدوري النرويجي موسم 17 18، وعمل ارقام كبيره طول مسيرته، مسجل 127 هدف، يعني عنده تاريخ ومهاجم مصنف. بس برضه ده كبير في السن والدوري المصري مختلف. ولكن دجله دخل الرهان وتعاقد مع اللاعب، ومع اول موسم ليه مع دجله الموسم الحالي بيتألق ويكون حل ممتاز جدا للفريق وبيخلص ماتشات كتير. بولي الموسم الحالي مع دجله لعب 28 مباراه، سجل 10 اهداف وصنع هدف. هتقول لي يا طوفان 10 اهداف مش كتير، يعني انت عامل زيطه؟ اقول لك لا، الجميل ان اللاعب ده اهدافه دايما مؤثره. الدور الاول سجل 4 اهداف، كل هدف فيهم كان هدف مهم جدا، هدفين بتعادل يعني نقطتين، وهدفين بفوز اهدافه ادت لفوز يعني 6 نقاط. يعني قدر يجيب لوادي دجله بشكل مباشر كده 8 نقاط في الدور الاول. اما الدور الثاني بقى سجل 5 اهداف وصنع هدف، هدفين منهم في مباراه انتهت 2-0 وهو اللي سجل الهدفين يعني 3 نقاط، وهدفين واسيست ضد الاتحاد انتهت المباراه 4-1، وبرضه كان سبب كبير جدا في فوز الفريق 3 نقاط كمان، وتسجل هدف في كاس الرابطه. يعني بشكل عام كده تاثير الراجل ده في الملعب انه قدر يساهم ب 14 نقطه بشكل مباشر باهدافه مع دجله ضد منافسين الدوري المصري.